صباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير للفيديو لو عجبكم. وصفة النهاردة هي بريك الأفران محشي جبنة، ممكن نحشي طبعا أي حاجة احنا بنحبها. الوصفة مميزة وحتى طريقة العجن نفسها مميزة. ندخل في الوصفة على طول. حوالي 250 جرام دقيق، حطيت عليهم ربع معلقة صغيرة ملح وربع معلقة كبيرة بيكنج باودر. بيكنج باودر دوت برضو بيبقى كمحسن للمعجنات، فبيفيد قوي في الوصفة دي. معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة سمسم محمص، ومعلقة كبيرة لبن باودر. اللبن الباودر برضو بيبقى محسن للخبز، وخاصة لو احنا بنعجن بمية مش بنعجن بلبن. بنقلب كل المكونات الجافة مع بعض. معلقة صغيرة خل، معلقة كبيرة صلصة اللي هي بتدي اللون المحمر شوية بتاعه، معلقة كبيرة زبادي. ممكن أزود الزبادي، ممكن أخليها كمان معلقتين مش معلقة. وبنعجن كل المكونات ديت قبل ما نعجن بالمية الدافية. نعجن بمية دافية أو شرشة لبن، أو لو احنا حابين نعجن بلبن. والمية بنضيفها تدريجيا. العجينة شوية بتكون طرية ملزقة، واحط لها معلقة كبيرة زيت زيتون بيتلم معايا العجينة. كده العجينة اتلمت معايا طرية. مهم ان هي تكون طرية، ما تكونش ان هي ناشفة او سايلة. دهنة زيت كده في البولة، وببتدي احطها برضو، ادهن على العجينة واحطها في البولة واغطيها واسيبها تختمر لمدة ساعة. دلوقتي بعد ما اختمرت ببدأ ان انا اعملها زي اسطوانة كبيرة عشان هقطعها قطع صغيرة. هقطعها في المقاس دوت او ممكن كمان اصغر.
من بعد ما قطعتها كلها كده بحجم متساوي إلى حد ما، بغطيها بالستريتش لمدة ربع ساعة أو على حسب الجو، يعني من ربع ساعة لنص ساعة. بدهن الصينية زيت كويس قوي، لو صينية غير قابلة للالتصاق ممكن الزيت يكون أخف من كده. وباخد واحدة واحدة وبحشيها جبنة، بفردها على كفة ايدي وبحط الجبنة حسب الرغبة، ممكن كتير أو ممكن قليل على حسب ما أنا بحب، بس ما كترش قوي علشان ما تطلعش برا العجينة وتتحرق مني وتبقى ليها طعم مش لطيف. وممكن الحشوات نغيرها، ممكن نحط حشوة شوكولاتة أو مكسرات أو حلاوة طحينية. بقفلها كده على شكل بيضاوي، أقفلها كويس وبحطها في الصينية، وبكرر الموضوع دوت في كل الأجزاء بتاعة العجينة. بدهن وش العجين بمعلقة صغيرة من النسكافيه، عليها معلقتين كبار من اللبن، أدوبهم مع بعض كويس جدا. ببدأ أدهن الوش، بحط على الوش سمسم، السمسم هنا محمص أو على حسب الرغبة. طبعا لو احنا حاشينها شوكولاتة أو حاشين أي حاجة مسكرة بنحط على الوش مكسرات مجروشة. هنا حطيت كمان حبة البركة، وبعد كده بسيبها لمدة ربع ساعة كمان قبل ما ادخلها الفرن. بدخلها على فرن 220 لمدة من 20 دقيقة ل30 دقيقة على حسب الفرن.